السائقين المصريين المحتجزين في ليبيا، وهذه المشكلة تتعامل معها وزارة الخارجية حاليا. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل معنا على الهاتف محمد السبكي أحد السائقين المتحفظ عليهم في ليبيا. أهلا وسهلا بك يا محمد. محمد السبكي. ايوه باشا. أهلا يا محمد. قل لي أنت ما زلت متحفظ عليك في ليبيا؟ ايوه يا فندم. تمام، اوصف لي الموقف دلوقتي. دلوقتي حضرتك في جماعه مسلحين واقفين على الطريق، اي سياره مصريه مروحه او داخله ليبيا بيركنوها في جنب، بيوقفوها بالسعر جوه. يعني ايه مسلحين؟ يعني مسلحين تبع الحكومه ولا مش تبع الحكومه؟ بس ما هم تبع الحكومه ولا تبع الجيش ولا تبع الشرطه. مش تبع الحكومه. قالوا لنا كده احنا قبيله من القبائل، لنا طلب في مصر لازم يتنفذ. انت كنت هناك بتعمل ايه يا محمد؟ انا عندي كنت شايل نقله من قبل العيد بمواد غذائيه، وكنت بفضلها في طرابلس، وانا راجع لقيتهم خدونا وخدوا جوازاتنا وركنونا في الجبل. وجودك هناك قانوني؟ وجودك هناك قانوني ولا دخلت تسللت من الحدود؟ انا سواق نقل، سواق جرار نقل داخل قانوني وداخل بتاشيره. تمام. كم عدد السائقين اللي تم التحفظ عليهم او احتجازهم؟ عدد العربيات النقل الجرارات 75 جرار. 75 جرار. عربيات سفر النص نقل بتاع 10، وميكروباصات بتاع 10. طب ايه السبب في رايك؟ الكاب كمان يا فندم. ايه السبب ورا الموضوع ده يا محمد؟ والله يا فندم بقول لك في ناس دخلوا الحدود المصريه وانقبض عليهم كانوا بيصطادوا، ده كلامهم على الكلام اللي احنا سمعناه منهم. يعني ايه؟ يعني واخدينكم يعني هيقايضوا بيكم يعني؟ يقول لك طلبات بيفرجوا على الناس دي واحنا نفرجوا عنكم. رهائن يعني. يعني انتوا كده راهينه عندنا. طيب. واحد منهم قال لنا بالبق كده لو الناس دي ما طلعتش هنسحر ونسفنكم احياء هنا. هم عارفين ان انت بتتكلم في التليفون دلوقتي مع قناه مصريه؟ يا فندم انا بعيد عنهم خالص. ايه الاوضاع بتاعتكم؟ يعني ايه اوضاع الاحتجاز بتاعتكم؟ قاعدين فين؟ بيعاملوكوا ازاي؟ واقفين على الطريق اللي هو الرسمي اللي رابط بين مصر والزاويه، بس على الطريق الصحراوي. وقفوا ومعاهم عربيات ومعاهم سلاح، وقفونا خدونا كلنا ركنونا جنب وخدوا جوازاتنا، جوازات السفر بتاعتنا. وعاملين خيم وقاعدين فيها، يعني مقيمين اقامه كامله 24 ساعه، يعني عاملين دوريات علينا. طيب انت طالما قادر على التواصل من خلال التليفون، هل اتصلت باي حد من المسؤولين؟ انا اخويا في الجيش، اخويا مصطفى في الجيش، كلمته امبارح. انا ما كنتش اقدر اكلمه ما اشوف الاوضاع ايه. فقال لي احنا هنتصل بالخارجيه ونشوف ونعمل، وقال لي اطمنوا ما فيش اي حاجه ان شاء الله هتطلعوا وهتمشوا. بس طبعا لحد دلوقتي احنا مش لاقيين اي مسؤول كلمنا ولا جالنا، حتى السفير بتاعنا اتصلنا بيه برضه لا حياه لمن تنادي. المفروض ساعه ما اتصلنا بيه من 4 ايام كان المفروض جالنا. كان المفروض تحرك، احنا ازيد من 150 بني ادم واقفين في الجبل. ما في لا اكل ولا شرب ولا حاجه، بننزل بنستسمحهم عشان واحد مننا ينزل يروح يشتري لنا من البلد بعد 5 كيلو اكل وميه. يعني انا بقالي النهارده شهر بالظبط جوه ليبيا بالنقل اللي انا كنت فيها. يعني انا معايا اكل في عربيات. في اي رساله عايز توجهها للمسؤولين في مصر او في ليبيا يا محمد؟ في اي رساله عايز توجهها للمسؤولين من خلال هذا الاتصال؟ يا فندم رسالتنا ان احنا يراعوا ربنا في عيالنا وفينا كبني ادمين مش اكتر. احنا بني ادمين في الاول وفي الاخر. ده لو سفير او وزير او اي واحد من المسؤولين اتخطف كان زمان الدنيا انقلبت عليه. نعم. انما احنا ما احناش واحد، ده احنا ازيد من 150 بني ادم مصري. طيب احنا بنعدك يا محمد انه احنا هنتابع هذا الموقف بالتأكيد مع المسؤولين سواء في مصر أو في ليبيا خلال الساعات المقبلة. شكرا جزيلا.